ازيكم طلاب الصف السادس الابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنشرح درس علوم، الوحدة الثالثة المفهوم التاني. أول درس فيها عشان احنا في الامتحان بتاع مارس هيجيلنا الوحدة الثالثة كلها اللي هو المفهوم التاني كله، وهيجيلنا الوحدة الرابعة أول درسين أو المفهوم كله. فاحنا هنبدأ بأول درس في الوحدة الثالثة على طول، وهنحل أسئلته، وبعد كده هنراجع عليها تاني وهنلخص الموضوع كله في حصة. عندنا الدرس الأول بتاعنا اسمه تغيرات الطقس، وكمان برضو هسيب لكم ملزمة وهنحل اختبارات وهنعمل كل حاجة. الدرس الأول اسمه ايه؟ اسمه تغيرات الطقس. عندنا الأول تعريف الطقس، ده تعريف مهم جدا بيجيلك في الامتحان زي اكتب المصطلح العلمي. بيقولك حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة. هتختار ايه؟ هتختار الطقس. يبقى الطقس هو حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة زي يوم، أسبوع، شهر. ده تعريف الطقس. أما المناخ برضه ليه تعريف تاني، هو متوسط حالة الطقس خلال فترة زمنية ممتدة. يعني ايه ممتدة؟ طويلة. يعني ايه؟ مش زي الطقس اللي هو يوم أو أسبوع أو شهر، ده ممكن توصل لسنين. المناخ ده، فالمناخ هو متوسط حالة الطقس خلال فترة زمنية طويلة. بيقول لك بقى ايه؟ ان اهتم الانسان بدراسة الطقس لتأثيره على الأنشطة اليومية للإنسان. يعني الإنسان مهتم جدا ان هو يدرس الطقس. ليه؟ عشان هو بيأثر على الأنشطة اليومية للإنسان. وبرضه بيقول لك ايه؟ بيتغير الطقس باستمرار، يعني ما مش ثابت على حاجة حتى في اليوم الواحد. يعني مرة تلاقي ان مثلا الشمس طالعة حلوة أوي، تلاقي بعد ساعة ساعتين ان الجو غيم وبدأت تمطر. يعني مش مستقر حالة الجو على حاجة معينة، حتى في اليوم بيتغير لكذا طريقة. عندنا بقى بيقول لك ايه أسباب تغير الطقس. الطقس بيتغير بسبب التغير في خصائص الغلاف الجوي. بسبب خصائص في الايه؟ في الغلاف الجوي. مثل ايه بقى؟ مثل درجة الحرارة والسحب والأمطار. بقى ده بيعمل ايه؟ نتيجة هذا التغير المستمر نحتاج إلى التنبؤ. يعني ايه التنبؤ؟ يعني ان احنا نتوقع. نتوقع ايه بقى؟ نتوقع بحالة الطقس اللي هو الجو مثلا بكرة يبقى صيف، شتاء، حر، برد، كده. خبراء الأرصاد الجوية بقى دول بيعملوا ايه؟ بيعتمد خبراء الأرصاد الجوية على أدوات لجمع البيانات. جمع البيانات دي يعني بيجمعوا المعلومات ودراسة تغيرات الطقس على مدى فترات زمنية مختلفة. يعني بيدرسوا الطقس على فترات زمنية مختلفة مش ثابتة. ليه بقى؟ عشان يستفيدوا من هذه المعلومات في التنبؤ بأحوال الطقس. يعني كل ده بيفيدنا لما حد يطلع مثلا يقول نشرة، يقول لنا متوقع غدا، متوقع مش أكيد، إن الطقس هيبقى بكرة حار وبالليل معتدل. بيقولوا برضو بس بيبقى ايه؟ مش اكيد. تمام. زراعة الصحراء. مالها بقى زراعة الصحراء؟ بيدفع الناس، النمو السكاني الكبير بالناس إلى النزوح. يعني ايه النزوح؟ يعني الانتقال. يعني الناس اللي عايشين في الصحراء بينتقلوا إلى الإرادة الزراعية والاستقرار فيها وزراعتها. يعني الصحراء مش هتفضل الصحراء، فالناس بقى بتحاول تزرع الصحراء. فالصحراء دي برضو صعب جدا إن هي تتزرع، هما بيعملوا على تطويرها وزراعتها. طب ايه بقى مشكلة المزارعين في الصحراء إن هما يزرعوها؟ أول حاجة نقص المياه. في الصحراء دي مفيش مياه. تاني حاجة الحرارة والجفاف، بيبقى الطقس عالي جدا الصبح وبالليل بيبقى برد جدا. والجفاف يعني عشان كده مفيش مياه فبيحصل جفاف. بيزيد بقى اللي بيتبخر من الماء في الصحراء. هنا في ألف عن الماء الذي يهطل عليها. يعني ايه بقى عبارة الجملة دي؟ الجملة دي يعني اللي بيتبخر من الماء في الصحراء، يعني الموجود في الماء في الصحراء بيتبخر أكتر من اللي بيهطل عليها. يعني المية اللي بتهطل على الصحراء أقل من اللي بيتبخر منها أصلا يعني. فدي بتعمل مشكلة نقص المياه وبالتالي بيحصل الجفاف. خصائص بقى الصحاري. مالها خصائص الصحاري؟ هما 3 خصائص. قلة هطول الأمطار. تقل الأمطار عن 250 ملي سنويا. مش شرط 250، بس هو اداك الرقم إن هو بتقل على 250 ملي سنويا. وهي كمية قليلة. هنا دي وهي كمية قليلة. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى ايه؟ المناخ الحار والجفاف، لأن المية بتحصل جفاف في المناخ الحار.
تالت حاجة انخفاض خصوبة التربة بسبب ايه؟ نقص العناصر الغذائية، ان هو مثلا ما بيبقاش فيه ايه مية كافية، فعشان كده خصوبة التربة ما بيبقاش فيه ناس يعني تهتم بالمنتج اللي عايزين يزرعوه. فانخفاض خصوبة التورتة بيسبب ايه؟ نقص العناصر الغذائية بها. عندنا تالت حاجة طرق تحسين جودة التربة، هم 4 طرق تحسينية عشان نجدد التربة. أول حاجة زراعة محاصيل قادرة على التكيف مع ندرة، يعني مع قلة الماء وارتفاع الحرارة، هما بيحاولوا يزرعوا حاجات قادرة إن هي تتكيف مع جو الصحراء اللي هو الحار وقلة المية وارتفاع الحرارة. تاني حاجة ابتكار أو اختراع طرق جديدة للري، زي إيه؟ زي إعادة استخدام الماء، عشان كده بيحاولوا يبتكروا حاجات جديدة للري زي إعادة استخدام الماء. تالت حاجة تحسين جودة التربة، إن هما يعني يخترعوا حاجات كتير في التربة عشان يحسنوا جودتها. رابع حاجة استخدام الألواح الشمسية وتوربينات الرياح لتشغيل المزارع. عندنا بقى إيه؟ عوامل تغير المناخ. إيه هي بقى يا ترى عوامل تغير المناخ؟ أولا تغيرات الغلاف الجوي، تحاط الأرض بعدة طبقات من الغازات تسمى الغلاف الجوي. يبقى الغلاف الجوي يقول لك بقى إيه؟ تحاط الأرض بعدة طبقات من الغازات تسمى، يقول لك اكتب المصطلح العلمي، فأنت عليك تعرف إن الغلاف الجوي ده بيساوي ده، أو إن تعرف إن ده بيديك ده. يعني هو ممكن يجيب لك السؤال بإجابته وأنت تقول ده الغلاف الجوي، أو ممكن يجيب لك ده الغلاف الجوي وتقول التعبير ده. بيقول لك بقى ايه؟ كلما ارتفعنا الى اعلى عبر الغلاف الجوي بتقل 3 حاجات. تقل 3 حاجات. ايه هما بقى ال3 حاجات دول؟ اول حاجة درجة الحرارة، بتقل درجة الحرارة كلما ارتفعنا الى اعلى، كما في قمم الجبال، فعشان كل ما بنرتفع بتنخفض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، فبالتالي بتتكون الثلوج. مثلا زي جبل لبنان، فبتتكون السلوك عليه عشان هو ارتفاع عالي، فانت كل ما ترتفع لأعلى درجة الحرارة بتقل أكتر، فبالتالي بتتكون السلوك. تاني حاجة الضغط الجوي، هو ليه تعريفين. ليه ايه؟ تعريفين: مقدار القوة التي يؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة، أو وزن عمود من الهواء في منطقة ما. ممكن يجيب لك ده، وممكن يجيب لك ده، فانت لازم عليك تعرف ايه التعريفين دول، عشان لما يقول لك حاجة من الاتنين دول تقول الضغط الجوي، او لما يقول لك الضغط الجوي تقول له حاجة من الاتنين دول. بيقول لك ايه كمان بقى؟ بينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعنا الى اعلى، يعني لما نرتفع اعلى، لما نيجي نتسلق جبل فالضغط الجوي بيقل. تمام، نكمل. كثافة الهواء بتقل بقى. ليه تقل كثافة الهواء؟ كلما ارتفعنا إلى أعلى قمة الجبل. احنا عندنا جبل اهو، وده كله جبل. حلو. فانت كلما انت بقى في في اول الجبل، كل بقى لما تطلع 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 لحد ما لما توصل لقمة الجبل بتنخفض كثافة الهواء ودرجة الحرارة والضغط الجوي، لأن انت طلعت بقيت في قمة الجبل، فكل ال3 حاجات اللي احنا قلناها دي بتقل. ثانيا بقى تأثير الجبال. ايه بقى؟ ايه حكاية تأثير الجبال وايه يعني ايه الكلام ده؟ بتكون لتأثير الجبال سلاسل الجبال جانبين: جانب رطب وجانب جاف. الجانب الرطب والجانب الجاف ده، الجانب الرطب ده مواجه للرياح والأمطار ويحدث به ظاهرة هطول الأمطار. يعني الرطب بيبقى مواجه للرياح والأمطار، تحدث به ظاهرة هطول الأمطار. الجانب الجاف بقى، ما هو من اسمه جاف، يعني بعيد عن الرياح والأمطار، يعني ولا بتنزل عليه مية ولا بيجي عليه هوا، وبيمر عليه الهواء الجاف الدافئ ظل المطر. يعني بيمر على الهواء الجاف ده، بيمر عليه الهواء الدافئ وتكون منطقة جافة ما فيهاش مطر. نكمل كده. يعتبر إن إحنا عملنا أول درس شرحه. شرحنا أول درس في المفهوم التاني الوحدة التالتة. هنبتدي نحل عليه أسئلة، هما صفحتين أسئلة، وبعد كده هندخل على الدرس التاني. وزي ما قلنا الامتحان شهر مارس هيجي فيه
الوحدة التالتة المفهوم التاني، والوحدة الرابعة المفهوم الأول كله أو أول درسين. فاحنا عايزين نخلص، وإن شاء الله أبقى أنزل لك ملزمة نحلها سوا مع بعض. نحل نماذج. أول حاجة بيقولك إيه؟ ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. يتغير الطقس باستمرار حتى في اليوم الواحد. طبعا صح زي ما قلنا. يتغير الطقس بسبب التغير في خصائص الغلاف الجوي. برضه طبعا صح. يرتفع الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى. أقول لك طبعا غلط، لأن هو بينخفض. يبقى إيه؟ ينخفض، تبقى غلط. يواجه المزارعون مشكلات عند زراعة الصحراء بسبب ندرة المياه والحرارة والجفاف. وزارة هطول الأمطار من مشكلات الإنسان في الصحاري. آه... لا غلط طبعا. تزيد كثافة الهواء كلما ارتفعنا إلى أعلى. نفس السؤال، تقل، فهتبقى طبعا غلط. يزيد ما يتبخر من الماء في الصحراء عن الماء الذي يهطل عليها. السؤال ده جاي بالظبط في نفس الكلام اللي قلناه، فطبعا هتبقى صح. اهتم الإنسان بدراسة الطقس لتأثيره على الأنشطة اليومية للإنسان. برضو طبعا صح. السؤال الثاني، اختر الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى. هنقول طبعا ينخفض. تصل درجة حرارة في الصيف المتوسط 50 درجة. الجملة دي بتعبر عن. السؤال ده يا شباب هيبقى واجب. رقم 3، تتكون السحب نتيجة الماء. آه وكمان السؤال ده واجب. كده عندنا 2 سؤال في الواجب. أتمنى إن احنا نحلهم عشان أبعت لكم إجابتهم. السؤال الثالث، صوب ما تحته خط. تزيد كثافة الهواء كلما ارتفعنا إلى أعلى. طبعا تقل، مش تزيد. رقم 2، يرتفع الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى. برضو تقل، لأن كل حاجة كلما ارتفعنا لأعلى بتقل. تزيد درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى. برضو تقل. يبقى السؤال ده ليه 3 إجابات نفس الحاجة. تقل، تقل، تقل. يبقى كل حاجة بتقل عندما كثافة الهواء بتزيد. أقصد كل ما نرتفع لأعلى بتقل، أيا كان بقى الضغط الجوي أو الكثافة أو درجة الحرارة. نكمل. السؤال اللي بعديه، وصل. بيقولك الطقس، الحمل الحراري، الضغط الجوي. هنا الإجابات: طريقة انتقال الطاقة الحرارية في الغازات، وزن عمود من الهواء فوق منطقة ما، حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة. الطقس هو حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة. ده أول حاجة هنا. الحمل الحراري هو طريقة انتقال الطاقة الحرارية في الغازات. يبقى الحمل الحراري رقم 2. رقم 3، الضغط الجوي. جاب لك التعريف ده: وزن عمود من الهواء فوق منطقة ما. يبقى أكيد ده رقم 3. السؤال الخامس، اكتب المصطلح العلمي. حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة. حتى لو انت مش عارف السؤال، فهو مغششها لك فوق ان الطقس هو حالة الجو المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة. أول سؤال هيبقى الطقس. وزن عمود من الهواء فوق منطقة ما هتبقى الضغط الجوي. طريقة انتقال الطاقة الحرارية في السوائل والغازات طبعا هتبقى الحمل الحراري. لو تلاحظ إن ال3 أسئلة هنا هما ال3 أسئلة هنا، بس في سؤال اكتب المصطلح العلمي. نكمل. أكمل بكلمة مناسبة. عندما يبرد الهواء يتحرك إلى. آم، طب يا شباب، هو السؤال ده فيه حاجة غلط. عندما يبرد الهواء المفروض بيتحرك إلى أسفل. يبقى المفروض هنا دي تبقى أسفل. هنحط هنا إلى أسفل، إن هو كل ما بيطلع لفوق بيبرد، فبعد كده بينزل لتحت. فاهم؟ مش أعلى خالص. حتى لو جينا للسؤال اللي تحت بيقولك التربة في الصحراء تتميز بأنها أعلى الخصوبة. السؤالين دول
هتأكد لهم منكم وهجاوبه لكم في التعليقات لو في حاجة طلعت فيه غلط. رقم 3، يزيد ما يتبخر من الماء في الصحراء عن الماء الذي يهطل عليه. يهطل دي اللي متأكدين منها، هتبقى دي صح. أما دول مش متأكدين منهم هبقى أقولها لكم، بس هي السؤال ده أنا متأكد فيه إن هو في حاجة غلط، هتبقى أكيد أسفل مش أعلى. السؤال السابع، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين قوسين. الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى طبعا ينخفض. درجة الحرارة كلما ارتفعنا لأعلى طبعا تقل. كثافة الهواء كلما ارتفعنا لأعلى طبعا تقل. آه عرف ما يأتي. السؤال ده يعني إجابته موجودة فوق، فنخليهولكوا وجبت. كان السؤال ده سهل أوي وأنا عايزكم تحلوه انتوا. أو حتى لو بص تلاقي إجابته هنا اهي. فانت انقل السطر ده بقى حطهولي هنا في الكومنتات. صفحة لا كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش اللايك والشير والإكسبلور وإن أنت تشترك في القناة وتبعت الفيديو لكل أصحابك. وإن شاء الله هنعمل ملزمة ونحلها على المفهوم، على الوحدة التالتة المفهوم التاني كله، لأن المفهوم التاني 4 دروس عايزين نخلصهم. خلصنا أول درس منه، ناقص لنا 3 دروس إن شاء الله هنخلصهم قريب، لأن الامتحانات يوم 8/5، يعني في شهر 5 هتبقى يوم 8. فعايزين ننجز في المنهج، وإن شاء الله هعمل لكم فيديو برضو دراسات قريب وفيديو علوم نكمل فيه باقي المنهج، وهشتغل لكم في كل المواد. متنساش تحل الواجب، ال3 أسئلة الواجب أو ال4. هما 3 أسئلة واجب، تبعتهم لي في الكومنت وهرد عليك فيهم. كده إن شاء الله خلصنا الفيديو. أشوفك في فيديو قادم، وسلام.